السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير ان شاء الله وبصحه جيده. مرحبا بكم في فيديو جديد في القناه. الفيديو السابق تكلمنا على الناس اللي خصك تبعديهم عليك باش تربحي راسك وتربحي صحتك. وفي هذا الفيديو كان من المفترض انه يكون نهضروا على الناس اللي خصك تقربيهم ليك باش تستافدي وتعيشي، حيت في الحياه كاين الزوين كما قلت لكم الخير. ولكن قررت انه هذا الفيديو نهضر على واحد الموضوع اللي بالنسبه لي حاليا واحد الموضوع اللي عاجل بغيت ضروري نهضر فيه. والفيديو الجاي ان شاء الله يكون على هذاك الموضوع اللي قلت لكم. في هذا الفيديو غنهضروا على هل النسويه، بزاف كيهضروا على النسويه، حنا ماشي نسويات، حنا هل النسويه حقا ما خصناش نتبعوها؟ هل النسويه او الحركه النسويه حقا ضد المراه وليست مع المراه؟ هاد الشيء غنهضروا عليه حيت واحد الموضوع تارني مؤخرا بلي واحد السيد يعني ملتزم، كيبان يعني هيئته ملتزم، ولكن في الاخر المراه ديالو عندهم 5 ديال الوليدات وهكذا. الزوجه ديالو طلبت الطلاق بانه بسبب معامله سيئه، بسبب رغم انه يعني هيئته تبدو انه زعما شخص متزن متقي. وهذه الحاجه خلاتني نرجع ونسترجع لذاكرتي بزاف ديال المواقف اللي شفت من عيالات كيعاودوا ليا او كنعرفهم او سمعت يعني اشخاص كيعاودوا على هذه المشاكل ديال النساء. لقيت بانه النساء في الاغلبيه ولا في جميع المشاكل، الأغلبية ديال المشاكل ديال الزوجية اللي كتوقع في المنزل كتكون بسبب أنه المرأة تطالب بحقها فقط، والرجل الذي يعني يأخذ من الدين ما يريده، ما يأخذ من مصالحه للأسف، لكي يسكت المرأة، يعني باش يقول لها سكتي انت، يعني واخا كتطلب هذيك بداك الحق، يعني حق من حقوقها كتطلب به ولا ما كيعطيهش ليها. وهذا الشيء اللي كيخلي انه شي مرات الاشخاص الاخرين كينفروا من الدين، كيسحب لهم باللي هذاك الشخصيه تمثل الدين، لانه دابا الا كيهضر معك الشخص كيقول لك راه قال الله قال الرسول، كدير في بالك باللي فعلا كيهضر من خلفيه دينيه، خاصه اذا كنتي انت دينك زعما ما متاكده، يعني ما شداش في دينك مزيان، يعني ما فعلا ما عمرتيش دماغك وما قريتيش وما سمعتيش فعلا الشيوخ اللي قراو واللي كيقول الواقع الدين كما هو، ما سمعتيهمش. انت كتشوفي واحد الشخص بالهيئه ديالو او السمات ديالو، مثلا اللحيه وجلابه وداكشي، يعني المظهر الخارجي يوحي بانه دين، اي حاجه كيقولها لك كتثيقيها، تقولي واقيلا كاينه في الدين. وهذا الشيء كيخلي بزاف ديال الناس كينفروا كما قلت لكم من الدين، وبسبب ذكوره الرجال، وليس حيت لولا انه ذكوره الرجال لما خرجت الحركه النسويه. الحركه النسويه راه ما خرجتش من بلاد مسلمه، خرجت من بلاد الغرب، باش تعرفوا بانه دائما المراه كما كيقولوا انه فعلا الاسلام هو كرم المراه، ولكن المسلمون لم يكرموا المراه. المسلمون اللي هو ماشي اللي ما خدوش الدين بحقه حقيقي كما كنقول، يعني الذكور من الرجال وليس الرجال حقيقيين. اما الاسلام كرم المراه، وفي النسويه داروها اشخاص اللي ماشي لا علاقه لهم بالدين، باش تعرفوا بانه المراه محقوره من ثقافيا، يعني ثقافيا وليس دينيا. يعني الثقافه دائما كتشوف المراه انه اقل من الرجل. الفيلسوف اليوناني اللي هو سميتو ارسطو تعرفوه، كيقول بان المراه هو رجل مشوه، وبزاف ديال الاقوال الاخرى اللي كتقول ان المراه اخت الشيطان، يعني في الغرب ماشي عند المسلمين. يعني باش تعرفوا بانه دائما المراه كتكون الحق ديالها يعني كيبينوها بانها اقل بكثير من الرجل. وانا كنقول لولا ذكوره الرجال لما خرجت من هذاك النسوي، الحركه النسويه. واش حنا كمسلمين مع الحركه النسويه او لا؟ نعم، بالنسبه لي انا اتحدث عن نفسي، انا مع الحركه النسويه التي تطالب المراه بانها تكون متعلمه، يكون عندها عمل، يعني عن رغبه، ماشي عن
اجبار كما كيوقع في الدول دابا الاوروبيه، انه بمجرد كيوصل السن ديالك 18 عام خصك ضروري صافي تكوني مقيده براسك كما كنقولوا، سواء كتقراي او لا ما كتقرايش ضروري خصك تخدمي. يعني 18 عام خصك تخرجي اصلا من منزل الوالدين وتكري وتخدمي، وفي نفس الوقت باش تطرفي على راسك وتقراي. انا لا اتحدث على هذا الشيء، انا اتحدث على انه المراه لديها الحق في العمل، لديها الحق في التعلم، لديها الحق انها حتى هي تكون عندها طوموبيلتها، يعني تكون انديبندنت بالمفهوم انها لا تكون فقط تابعه للرجل. يعني بحال كما كنقولوا يقول لها اسمحوا لي على هذا المصطلح انه الشاشه الراره كما كنقولوا، فهمتوا؟ يعني يتحكم 100% في حياتها، يعني لا تخرج الا باذنه. نعم في الدين هذا كاين، ولكن ماشي بالمفهوم انها تكون مسيطر عليها، يعني غير متعلمه. اي حاجه بغات ديرها خص ضروري الرجل، ما عندهاش البيرمي، اي حاجه خصها تديرها خصك الرجل يديها، ما عندهاش مدخول شخصي. بمجرد انه يكون شي مشاحنات معه مع الزوج ديالها مثلا، كيقطع عليها المصروف، قطع عليها الموضوع كما كنقول، يعني ما كيخلي ليها والو، كتبقى وكتصبر. علاش؟ رغم انه هذاك حق من حقوقها، وهو واجب عليه الإنفاق على زوجته، ولكن من يطبق إلا قليلا وإلا من رحم ربي. يعني المرأة إلا جينا للنسوية ما خصناش نشدوها كاملة ونقول لها لا خيبة. النسوية في واحد الجانب تعمل لصالح المرأة، وهي تطالب بحقوق المرأة، ونحن لا نطالب بالمساواة الكاملة كما كيقولوا مع الرجل، بل بالعدل. العدل كما في القرآن الكريم كما وصى الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني والحقوق في الميراث وداك الشيء اللي هضر فيه القرآن ما غاديش نهضروا عنه، احنا ما غاديش نقيسوا داك الشيء. احنا مع النسوية في الجانب الذي فعلا يعمل لصالح المرأة، والذي فعلا يعني كيقول واحد الحقوق اللي قالهم القرآن، ولكن حتى واحد في القرآن أو الغالبية العظمى للأسف ما كيطبقوش، لأنه الدين إلا كان عاملوه بأنه فعلا داكشي الأحكام اللي كاينه في الدين تكون حتى هي قانونيا، ديك الساعة الناس غيطروا وغيخافوا. ولكن حيت كاينه غير في الدين وفي القانون كاينه شي حاجة أخرى، وللأسف في القانون خاصة اللي كندور في المغرب اشياء بزاف كاين في القانون، ولكن بمجرد انك تحرك الفلوس ما كيطبقش عليك القانون. يعني كاين ناس فوق القانون في المغرب للاسف، كاين ناس فوق القانون. مثلا نعطيكم مثال انه في ايطاليا المراه مثلا الا جات الرجل ديالها ما عندوش الدار، ما عندوش بمجرد انه كيديروا الدار مور الزواج ولا كيطلع شي خصام وكيطلقوا مثلا، الدوله كتحمي المراه وكتحمي ديك الاولاد اللي عندها الوليدات، وكتكون الدار ليها واخا تكون باسم الزوج، لانه نتوما درتوا هذا الدار مجموعين. هي راه صبرات من حقوقها، نقصات ولا اقتصدات معاك وبزاف ديال الاشياء باش تشريو هذا الدار. يعني انت ماشي غتمشي وغتحقق واحد الهدف وغترميها لبرا هي والوليدات وكتطلقها وهي والوليدات ديالها. فهنا في الغرب كيحميو المراه وكيحميو الوليدات. انا مع هذا التصرف، انا معاه. ما عرفتش في الدين، صحوا لي هذه القضيه واش في الدين يجوز هكذا ولا لا، ولكن اذا رجعنا للدين شنو كيقول الدين؟ انه الرجل يجب ان ينفق على المراه اذا لم يطلقها، يعني امساك بمعروف او تسريح باحسان. هادشي اللي كاين في الدين. الا ما كينفقش عليها هذا الرجل او مثلا طلقات ومشات، يجب ان يكون لديها معيل، خاصه اذا لم تكن لديها لم يكن لديها عمل، خص الاب ديالها يكون معيل لها او الاخ ديالها او الخال أو. ولكن الا رجعنا للواقع، الرجل اللي هو الزوج ديالها ينفق عليها زعما غير بحال درت فيك خير، فهمتي؟ كاين اللي كينفق وهو كيدير زعما راه درت فيك خير، فهمتوا؟ رغم انه داك الشيء واجب عليه. والدليل انه بمجرد ما كتوقع شي خصام مع الرجل والمراه، الرجل كيقطع عليها، يعني ما كيبقاش يعطيها المصروف، ولو كان هذا واجب عليه. ولكن حيت ما كاينش واحد القانون اللي كيحمي، كاين غير الدين. كتقول لي مثلا راه الدين قال كيقول لك وصافي خليني انا ومولايا، فهمتي؟ ما كيكونش القانون، حيت البشريه كما كنقولوا البشر كيخاف ما كيحشمش، فهمتي؟ يعني القانون كيخافوا منه حيت القانون يطبق في الحين واللحظه. يعني ضروري كيكون القانون يطبق. ولكن ملي كتقول لي راه الله سبحانه وتعالى قال هكا وهكا وهكا، بينه وبين ملي حيت كيعرف باللي واحد الجزاء ما غاديش يوقع حتى من بعد، حتى يمشي عند الله. كيقول له راه كاين، ما كيخافش، فهمتي؟ كيدير هذيك الامل.
دابا قلت لكم انه مادام الرجل اللي واجب عليه انه ينفق على المراه ديالو ما كينفقش، فما بالك الا مشات عند الاخ او مشات عند الاب ديالها. حتى اللي كينفقوا غيحسبوا ليها الماكله اولا، غيحسوا بانها متقله عليهم، حيت الا المراه الا مزوجاش وبقات في دار والديها ماشي بحال الا تزوجات وطلقت مثلا ورجعت جابت معها وليداتها، سوف ينفقون بكره، يعني ما غاديش يبغيو انه ينفقوا بحب كما كنقولوا او لا يعتبروها انه واجب عليهم يديروه، غينفقوا يعني بحال كنديروا فيك الخير، وهي في الاخر غتهز وليداتها غتمشي اولا غتصبر لهذاك الذل والمهانه، وليداتها ياكلوا العصا ويحسبوا لهم الناس الماكله. فهمتوا؟ يعني كاين هذا المشكل في الواقع، حنا نهضروا في الواقع. يعني الدين عطانا واحد الحل، الدين انه قال لك خصك تهلا في مرتك، خصك والرسول صلى الله عليه وسلم كيقول رفقا بالقوارير. القوارير ما هما القوارير هما القراعي ديال الزاج. يعني انت دابا في الكوزينه كتهزي قرعه ديال الزاج بشويه، والقرعه ديال الميكا واش كتهزيها بشويه بحال ديال الزاج؟ واش التعامل ديال القرعه ديال الميكا الا هزيتيها بحال هي التعامل ديال شي حاجه ديال الزاج؟ الحاجه ديال الزاج كتهزيها وكتخافي عليها تطيح لك باش ما تهرج، وتحطيها بشويه، ولا حتى الا حطيتيها في شي كرتونه ولا شي حاجه كتهزي داك الكرتون وفيه بزاف ديال الاشياء، كتقول لهذاك مثلا اللي هز الكرتون عندك راه فيه شي حاجه ديال الدجاج، عندك تهرسها. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قلب على المراه انها يعني قوارير، يعني خص التعامل معهن يكون بحذر وبلطف، ماشي اللي كنشوفوه في الواقع. دابا هذا الموضوع علاش اثرت هذا الموضوع الان؟ حيت كما قلت لكم واحد الشخص ولا واحد السيده كنعرفها، يعني عندها 5 ديال الوليدات، الزوج ديالها كيبان بانه متدين، في الاخر يعني هي التي طلبت الطلاق بسبب بزاف ديال المشاكل، لانه المراه دائما ما كتحاول، يعني حتى واحد ما كيخرج كما كنقولوا حتى قط ما كيخرج من دار العرس ياك بحال هكا. المراه خاصه الا ما كانش عندها واحد العمل الخقار ولا ما عندهاش مدخول، يعني ما خداماش، تهز 5 ديال الوليدات ديالها وتمشي لدار باها وتخلي الراجل ديالها اللي زعما راه عنده زعما خدمه ديالو مزيانه، الا وانما حاولت اكثر من مره، لانه مده الزواج تقريبا 17 سنه ديال الزواج، الا وانه فعلا صبرت وحاولت الاصلاح قدر المستطاع، ولكن الشخص الاخر لا يتغير، او دائما ما يحاول انه الحقوق ديالك الا بغيتي انت تبقاي خصك تسمحي في الحقوق ديالك. انا نضربك ماشي مشكل، حتى في المقولات الشعبيه كيقول ضرب الحبيب زبيب بحال هكا، او لا يضربني وما يخلي لي يضربني. الا قلتي ليه انت شي حاجه كيقول علاش الضرب ما موجودش في القران، وان خفتم نشوزهن فعظوهن وجروهن في المضاجع واضربوهن، ولكن راه في القران حتى هو كاين امساك بمعروف او تسريح باحسان. قال جنا الرسول صلى الله عليه وسلم اللي في هذه المقوله ديال الضرب، اولا نجيو مع الترتيب، فعظوهن، او نرجعوا بعدا من الاول. ما هو النشوز هو واحد المراه اللي ما كتسمعش الهضره، يعني كتخرج بلا ما تعلمك، كترجع للدار ما كتلقاهاش، الو فينك فلانه ماشي شغلك مثلا، ما كتعطيكش الحقوق الزوجيه، ما كدير والو، تربيه الاولاد ما كتربيش، يعني مزوجه ولكن كتعيش حياه السيليباتير، ما كتسمعش. فهمتوا؟ هذه هي الناشز. هذه خصك الموعظه اولا، تجلس معها الحوار، انا كتتحاور معها اولا، تقول لها شنو كاين، ثم ياتي لما سمعتكش ياتي الهجر في الفراش، يعني خصك تمشي مثلا تهجرها في الفراش. اذا لم تتعظ فاضربوهن. هنا غنوقفوا على فاضربوهن. ما هو الضرب الذي يقصد هنا الله سبحانه وتعالى، الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يضرب بالسواك، كيقول زعما الصفع على الوجه لا يجوز. الضرب المبرح يعني لا تكسر عظما ولا تخدش لحما، يعني حتى الخدش او لا غير مثلا يديرك شي ضربه تزرق لك لحمك، هذا لا يجوز. الضرب ماذا يقصد؟ انه يضرب بالسواك هكذا في الكتف، يعني يوجع قليلا ولكنه لا يخدش لحما ولا يكسر عظما، وما غاديش يخلي لك واحد عاهه مستديمه. فهمتوا؟ هكذا. ثم الا ما نفعتش مع حتى شي حلول، حكم من اهلها وحكم من اهلك، باش حيت شي مرات كيحشموا من الوالدين كما كنقولوا. هذيك الزوجه مثلا اللي ما كتسمعش الزوج ديالها غتحشم من والديها، مثلا الا جات الام ديالها ولا الاب ديالها يهضر معها، ولا شي شخص اخر يهضر معها غتسمع منه فعلا. ولكن
كما قلت لكم كاين اللي كياخذ هذا الدين وكياخذ فيه داكشي اللي بغى وكيلوح داكشي اللي ما قادش ليه الغرض، حيت الدين كيبقى غير واحد الحاجه اللي للاسف بيننا وبين الله كما كنقولوا، ولكن حتى واحد ما كيخاف من الله، زعما اللي كيخاف فعلا من الله راه ما غاديش يدير هذه التصرفات. ولكن يا ريت انه داكشي اللي كاين في القران، داكشي اللي كاين في الدين، انه يكون قانون ايضا، يعني يطبق في القانون، يكون في القانون. وحيت الناس كيخافوا من القوانين اكثر من الله يسمح لنا من انه داكشي اللي كيقول الله سبحانه وتعالى، حيت دائما كيقولوا ان الله غفور رحيم، ولكن ان الله غفور رحيم في الاشياء اللي بينك وبينه، ولكن في مظالم العباد الا ما سمح لكش العبد هذاك العبد ما غاديش يسمح لك الله حتى يسمح لك هذاك العبد، حيت انت ظلمتيه، حيدتي ليه واحد الحق من حقوقه. كويندي حنا الا رجعنا للنسويه، انا غير جاتني في بالي، لقيت بانها النسويه ماشي كلها خايبه. النسويه او الحركه النسويه تطالب بحقك ان تكوني انديبندنت، ان تكون عندك حياه، ما تعيشيش فقط لاجل الرجل، ان تكون عندك حياه انتيا، تكون عندك خدمه الا بغيتي تخدمي، ماشي الراجل. حيت دابا خرجي حتى واحد الحاجه في المجتمع، انه الراجل كيقول لك نصك، يعني خدمتي خصك تخلصي معايا، نخلص الضو وانت تخلصي الماء، فهمتي؟ ولكن هو راه يستغني عن رجولته، او لا حطها تحت رجلين وعفط عليها، يعني الكرامه ديال الرجل. الله في القران الرجال يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا. يعني انت فضلك الله، ماشي فضلك الله زعما من ناحيه من ناحيه العقل او لا، فضلك الله جسمانيا، عندك القوه اكثر من المراه، القلب ديالك كيتحمل اكثر من المراه عندنا هذيك العواطف كتاثروا علينا، هذا ماشي نقص، بالعكس. وبالانفاق، يعني انت خصك تنفق لكي تكون عندك القوامه، لانه قوامتك تسقط بمجرد ان يسقط الانفاق. عندما لا تنفق انت على المراه فان القوامه يعني ما بقاتش. حتى المراه في الاسلام يسقط انه هذيك الطاعه ديالها، يعني تشاورك الا غتخرج وداك الشيء كامل، بمجرد ان تسقط النفقه. الا انت ما كتجيبش ليها تاكل وخليتيها بالجوع وخليتيها الا غتخرج كتقول لها خصك تعلميني قبل ما نخرج باي حق، انت حتى تدي الذي عليك ثم تطلب الذي لك، فهمتي؟ حتى دير الواجب اللي عليك عاد طلب في الحقوق اللي عليك، فهمتوني؟ يعني يا اما الرجل كما كنقولوا كيمنع المراه من انها تخدم، وكيمنع يعني حتى المصاريف اللي كنقولوا المصروف الحمام كيعطيه ليها مره في ما عرفت شنو، الا مشات تتخاصم معها ما غاديش يعطيها هذاك المصروف، كيخليها يلا يعني كنقطع عليك كلشي حتى ترجعي، واخا كيكون عندها الحق هي، يعني فداك الخصام ماشي هي اللي كتكون غلطه، الشخص الاخر اللي كيكون غلط، ولكن كيلقى فين يشدها كما كنقولوا، يعني ما عندك فين تحركي. انا هو رب نعمتي كما هو كاين اللي كيتعامل بهذه الطريقه. اولا كما كنقولوا الذكور الاخرين، لانه هاد الصنفين اللي قلت لكم ماشي لا ينتمون لصنف الرجال، وانما فيهم ذكوره، يعني الذكور فقط. يقول لها يعني نصك، انا نخلص مثلا الكرا، انت خصك تخلصي الضو، انت يعني هي يفرض عليها هذا الانفاق، في حين انه في الدين لا، مال المراه مالها، ومال الرجل هو له ولأسرته، يعني يجب أن ينفق حتى في الدين. المرأة كتاخذ مثلا 3 مليون والراجل غير مليون، هذيك 3 مليون ديالها بغات تصرف على دارها، الله يجازيها بخير، يعتبر صدقة، يعني صدقة. ولكن انت هذيك مليون خصك تنفق على المرأة، ما تقولش ليها انت راه خدامة عندك الفلوس ديري، لا، حيت النفقة واجبة عليك. حتى كيما حتى انت ما غاديش ترجع مثلا ما غاديش ترجع من الخدمه وتلقى المراه جالسه ما دايره لا شغل الدار، ما مطيبه ما والو، انت داخله من الخدمه عيان وتدخل الكوزنه باش طيب داكشي اللي غتاكل، ما غاديش ترضاها. حيت دابا هي الزواج مبني على الفضل. الا جينا نديروا 1 زائد 1 يساوي 2، يعني الا غنهضروا على داكشي ديال بحال قلتوا الحسابات، راه ما غاديش تسالي، غتكون واحد الحياه اللي ممله، كل واحد كيدير داكشي اللي عليه فقط الواجب. ولكن الحياه الزوجيه مبنيه على الفضل. وكما كنقولوا دائما
المظاهر خداعة. ماشي اي واحد شفتو عنده مثلا اللحيه انا ما دار اللحيه ولا راه ما عندوش الدين. لا، كاين اللي كياخذ غير من الدين غير المظهر، ولكن كاين حتى الجوهر. ومنهم بزاف ديال الناس اللي كنشوفوهم هنا في اوروبا. واحد الرجل من الغرب اسلم. كيف اسلم هذا الرجل من الغرب؟ اسلم عن طريق تعلم القران وقرا وبحث على الدين وعجبو الدين ودخل الاسلام. اللي مشى الحج، ملي مشى الحج باش يحج، تلاقى مع المسلمين ولقى هذوك الاخلاق السيئه جدا لبعض المسلمين. لا اقول الكل، ولكن لبعض المسلمين والبعض الكثير للاسف. يعني واحد الحيز كبير، واحد شي اخلاق اللي لا تمت الاسلام بصله. وقال هذيك المقوله المشهوره ديالو، قال: الحمد لله انني عرفت الاسلام قبل ان اعرف المسلمين. حيت هو كنت لقى المسلمين من الاول راه ما عمره غيدخل الاسلام، حيت كيشوف انهم كيبريزنتيو كما كنقولوا هذاك الدين. دابا شي وحده لابسه الزيف ولا لابسه النقاب، شنو كتسني منها؟ هي هذاك الحجاب اللي لابسه على راسها كيبين للناس وكتقول للناس بشكل غير مباشر: انا مسلمه. يعني انا مسلمه، يجب على اخلاقي ان تكون تعبر عن الاسلام. ولكن باش انا نلبس حجاب ولبس ونكون مسلم ومشي نتعامل بسيء، الناس راه ما كيشوفوكش انه غير انت اللي سيء او انت اللي ما طبقتيش داكشي اللي قال لك الاسلام. كيشوفوا اللي هذا مسلم وكيدير هذه التصرفات، يعني المسلم، يعني الاسلام هو اللي خايب، يعني الاسلام هو اللي قال ليه يدير هذه التصرفات. ولكن للاسف لا، الناس كما كنقول لكم كياخذوا من الدين ما يمشي مع مصالحهم. الرجال كياخذوا من الدين تعدد الذي لا نحرمه، مازال كاين في القرآن يعني من حقهم. وكما قلت لكم الضرب وداكشي اللي كيخدم المصالح ديالهم. ولكن كيساو في الدين انه الاحسان للمراه، في الدين انه الصدقه، الزكاه، بزاف ديال الاشياء اللي كاين في الدين. والصدق، غير الصدق دابا كل شيء كتلقايه عادي يكذب. كتلقايها مثلا بالنقاب ديالها وبالحجاب ديالها ليست امينه، يعني تستأمنها على شي حاجة ما ليست أمينة أبدا. الكذب، الغيبة، البهتان، أنه الاستهزاء بالناس، الصلاة اللي هي عماد الدين، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين. يعني الصلاة، إقامة الصلاة كتلقيها بالحجاب ديالها ولكن ما كتصليش، أو لا كتصلي وكتقطع. فبالله عليك، أشنو هو في الدين اللي هو أهم حاجة؟ لا نستهزئ ولا لا ننقص من قيمة الحجاب، ولكن هذاك الحجاب كيجي بحال اللي قلتي واحد السلوفان. انت واحد التبصيل مثلا عمرتيه بداك الشيء بما لذ وطاب، وفي الاخر هذاك التبصيل درتي له هذاك السلوفان باش يغطيه، باش يعني واحد التكمله. يعني الداخل ديالك خصك تكون عامره بالايمان، ما فيكش لا حقد لا حسد، او لا حتى الا فيك تحاولين وتكابرين بانه تحيدي عليك. ما كتكذبيش، كتصلي الصلاة في وقتها، كتصومي، كتزكي، كديري الفروض ديالك، الفرائض، ثم كديري الحجاب. ماشي انا كنسبق الحجاب وكندير النقاب يعني مظهرا شكلا خارجيا، ولكن كنتمشى معك في الزنقه كنلقاك كتكذبي. الضحك ديالك واصل لاخر الشارع، يعني واحد الضحك اللي يعني ما كيديروش اصلا الناس اللي بشعرهم. كما قلت لكم الصلاة كتجلس في مجمع ما عادي، يعني ود العصر والمغرب، يعني وحتى ما عندها شي عرضة، ما كيكونش عندها حتى شي عذر، كتجلس ما كتصليش وكتشوفي كتقولي لماذا زعما وما قيمة هذا الحجاب دابا اللي لابسه نتيا؟ ما قيمته الا ما درتيش الاصل اللي هو الصلاة كما قلت لكم. والاصل الحجاب نعم فريضة الحجاب، ولكن اهم منه الصلاة في وقتها، لأنه أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة هو الصلاة. فإن صلحت فما بعدها يكون يسير، وإن فسدت يعني ما صليتيهاش فما بعدها يكون عسير، لأنه أول حاجة أنت في الامتحان ما دستيهاش مزيان. وهكذا يعني شي حاجة كتجر الحاجة. احنا الموضوع ديالنا كما كنقول لكم هاد الزوجة اللي طلقات ولا هاد المشكل اللي وقع بسبب واحد الزوج، يعني مظهرا او الناس كيبان لهم الله راه مزيان، خدمه مزيانه، كيبان مؤمن، كيبان متقي. لا، ولكن البيوت اسرار. هذيك المراه ما مشاتش طلقات ب5 ديال الوليدات حتى
غتلقيها عانت كثيرا وصبرات. وفعلا المرأة راه هي بمشاكل صحية عديدة، بالضغط، بالسكري، بزاف ديال الأشياء، في حين الرجل بخير، ما فيه حتى شي حاجة. ديك الساعة غتلقاي أنه داك الشخص اللي كيخرج من العلاقة وهو مريض هو اللي وكل الدق، هو اللي صبر وحاول الإصلاح شحال من مرة، ولكن بدون فائدة للأسف. علاش؟ لماذا لا نطبق ما يقوله الله عز وجل في القرآن وما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة؟ علاش حنا كناخذ داكشي اللي بغينا وكنخليو داكشي؟ علاش كنقول لكم دائما الشباب ديال دابا كيشوفوا امهاتهم مثلا كيعيشوا في العنف، كيعيشوا في القهران، كيقولوا بنات واش هذا الدين هو اللي قال لنا هذه الحاجه؟ ما بغيتوش للاسف، جهلا في الدين. لانه كما قلت لكم الواحد الا مشى وبحث وكيعرف اشنو قال الرسول صلى الله عليه وسلم وشنو قال الله عز وجل، كيعرف انه الاسلام لا علاقه له بما نراه في الواقع، بل هذا الاسلام الذي يوجد في الواقع اسلام مشوه لا يمت للاصل والاسلام الحقيقي بصله للاسف. من يطبق الاسلام الحقيقي؟ من؟ قله قليله جدا. نعم كاينين الناس مزيانين وكيطبقوا كيحاولوا كيخافوا اي حاجه كيديروها، اي تصرف كيديروه كيراقبوا الله عز وجل واش ربي غيرضى ندير هذه القضيه، كيخافوا انه الا ظلمت ربي راه ما غاديش ينساها ليا، كيخاف انه يظلم العبد، حيث الا ظلمه راه كتكون الظلم ظلمات يوم القيامه. النسويه كما قلت لكم فيها الزوين وفيها الخيب. لا نتحدث عن كما كتقول نسويه على الحق في الايجاب، لا نتحدث في المساواة في الارث، داكشي مفروغ منه. نتحدث على انه انتيا خصك تكوني انديبندنت فعلا، تكوني خدامه الا بغيتي تخدمي ماشي اجبارا. انتي بغيتي تجلسي في الدار تقابلي وليداتك حيت انتي اللي بغيتي، ماشي واجب عليك تخدمي. ولكن انا بغيت نخدم، ماشي من حق حتى شي واحد يمنعني، بغيت نخدم يكون عندي واحد المدخول، خاصة إلا كانت هذه الخدمة، إلا كنتي متزوجة وكانت هذه الخدمة لن تعيق عملك الأسمى أو الأفضل اللي هو تربية وليداتك، وأنه تعطي الحق للزوج ديالك والمنزل ديالك اللي هو أول حاجة خصك ديريها، لأنه هذا هو الحاجة اللي عندك انتيا، اللي هو الواجب ديالك ديريه. مادام كاين واحد الزوج اللي كي ينفق عليك. تعلم، الحق في التعلم، تعلمي، تديري البرمي ديالك، مشيتي لشي دولة غربية تعلمي اللغة. ما تستناش دائما الرجل هو اللي يمشي معك لاي بلاصه، هو اللي يترجم لك، حيت في الاخر غيترجم لك داكشي اللي بغا وغيخلي داكشي اللي ما بغاش. انتي اللي غتعاودي للطبيب، ماشي بحال الا كتقولي للشخص يعاود في بلاصتك. فهمتوا؟ ديروا النفس وخذوا دائما في الاشياء في الحياه كاين فيها الزوين وكاين فيها الخايب. ناخذ داكشي الزوين اللي كيخدم المصالح ديالنا، الذي لا يتعارض على مع ما يقوله الدين الاسلامي، وكنخليو داكشي الذي يتعارض مع الدين الاسلامي. واي واحد ما كيطبقش الدين الاسلامي اللي هو مثلا الزوج او لا وكيظلمك، كيكون يوم الحساب. ولكن ضروري انت تديري داكشي اللي عليك، ضروري انت ما تعيشيش دور الضحيه. ما تقوليش ايوا انا حيت حتى الامهات ديالنا والجوادات ديالنا كما قلت لكم داكشي راه قديم، ماشي الاسلام ولا داكشي راه في الثقافات. حتى في الغرب كما كنقول لكم دائما كنشوفوا الرجل راه هو عنده واحد المكانه كبيره في المجتمع، هو انت اللي خصك تصبري على جميع الاشياء، الضرب، الاهانه، الخيانه، كل شيء. الا سمعتوا انه شي واحد لقات راجلها كيخونها كتمشي كتشكي مثلا على الام ديالها، كتقول لها ايوا يدور ورجع لك. لا، في القرآن الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. في الإسلام راه بحال الزاني بحال الزانية، نفس الجلد اللي غندير هذا. إلا كان محصن ومحصنة فكلهما يجب رجمهما حتى الموت. ما قالش في الدين أنه نعم الرجل ماشي مشكل أنه يزني والمرأة لا مثلا، ولكن في المجتمع نعم المرأة يجب ألا تقوم بأي شيء يعني هكذا وهكذا، ولكن الرجل ماشي مشكل. لا ماشي مشكل، ياك انتي في دار وياك انتي مع وليداتو وصافي خليه يعيش حياته مسكين، ماشي مشكل، راه كلهم كيكونوا هكاك. لا مشكل، خصنا نطبقوا الاسلام كما قال، ماشي حنا كناخذوا في الاسلام كما قال نقول لكم وكنخليوه انه تغلب علينا الثقافه.
الثقافة المتوارثة. راه حتى الحجاب كما قلت لكم، هذاك اللي كتلقيها لابسه الحجاب وما كتصليش، لابسه عن كولتورا كما كنقول، واحد الثقافه. يعني انا كنلبس الحجاب حيت لقيت الام ديالي لابسه وصافي، ما عارفاش اصلا علاش لابساه وعلاش كيعني. الاخت راه ما كتصليش، علاش ما كنصليش. هي والله يسمح لينا، والحجاب لبستيه، الحجاب لبستو حيت لقيت عائلتي كتلبسو لبستو، فهمتوا؟ بحال هكا ديروا شي بحال هكا، نتقفوا شويه ريوسنا، نتعلموا شويه، ماشي اي واحد جاي يقول لك شي حاجه ويغمق عليك تقول ليه نعم. المهم الفيديو طويل والهضره كثيره كما كنقولوا، ولكن ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. كما كنقول لكم الحياه دائما فيها الزوين والخيب، نحاولوا نتعلموا ديننا، نحاولوا حتى حنا نكونوا انديبندنت كما كتقول النسويه وكما كيقول حتى الدين، حيت في الدين الاسلامي ماشي حرام انه المراه تخدم وماشي حرام يكون عندها فلوسها، بالعكس. يعني نحن مع اي حاجه، مع كرامه المراه والتي تحفظ حقوق المراه. ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. السلام عليكم.